ثورة أنشتاقي نزرات يا ربي الحمد لله ثورة حسين النظام خاتمة. كيف نتعامل مع هذا الماء؟ لازم نتعامل مع هذا الماء وفق قواعد الشريعة، وهي كثيرة. منها ما دغلي الهوى أدني، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث خرجه الإمام مسلم: اللهم صيبا نافعا. ربي ما تفكر الهوى فكا غد كان الهوى راه ينفعنا في الإسلام باللي ما إلى الهوى تفسد بلا الشحة السغالات تسخسر تدمر فيضانات مدمرة، ضحايا، خسائر بشرية مادية لا تعد ولا تحصى حسب الحالات. لذلك ندعو الله عز وجل أدني اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا طيبا، أي غير يا ربي فكر كان ينفعنا. في نفس الوقت الحديث يعلمنا كيف ننسجم مع حوادث الكون. أين كنقدروا نديروا نيت أتفضل النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أذكارا اسلم ذاغ أم كان ذكر ربي أتذكر ربي ما يهبد واضو أظن من القرآن أشدنا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. إن شاء الله ضاضو راه ينفعا ماشي ضاضو راه يضرا. ماذا الهوى إزما تنفع إزما تضر. اللهم صيبا نافعا ما ضرعوذ ما أين كد الزلازل أين كد يضرون. النبي عليه الصلاة والسلام يصحفظ أمكرا ذكر ربي سبحانه عز وجل صافي نربح ثم زواروث ربي وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم. في سنة نذكر الله ونكون من الذاكرين وربنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أخيرا لازم نعرف قيمة هذه النعمة أن نحمد ربي، فمعرفة هذه النعمة تجعلنا نعرف المنعم جل جلاله. النعم تذكرنا بصاحبها بالمنعم سبحانه وتعالى فنحافظ عليها. نحرز أمان فهي نعمة جليلة. نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يحافظ على هذه النعمة. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.